تفاصيل جديدة حول فرار مغاربة بمطار مالطا. 4 ركاب قفزوا من الباب الخلفي للطائرة، والشرطة اعتقلت 2 منهما. شهد مطار مالطا الدولي أمس حادثة هروب غريبة لركاب مغاربة من طائرة تابعة للخطوط التركية. الطائرة كانت متجهة من إسطنبول إلى مراكش، لكنها هبطت اضطراريا بعد أن ادعى أحد الركاب إصابته بوعكة صحية. وعند فتح الباب الخلفي للطائرة لإنزال المريض، قفز 4 ركاب مغاربة من الطائرة دون وجود سلم وفروا. السلطات المالطية تمكنت من القبض على 2 منهما، ولا يزال البحث جاريا عن الآخرين، بينما يخضع الراكب المريض للمراقبة الأمنية في المستشفى المحلي بمالطا. ما رأيكم في هذه الحادثة؟ ويمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني، سأتركه لكم في أول تعليق مثبت أو في صندوق الوصف لمعرفة التفاصيل الكاملة. وشكرا على المشاهدة.